الأهلي يعلق على قرارات لجنة التظلمات ويحيلها للشؤون القانونية لدراستها. في أول رد فعل رسمي على قرارات لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري بشأن أزمة مباراة القمة أمام الزمالك، كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مجلس الإدارة قرر إحالة القرار إلى الإدارة القانونية لدراسته بعناية وفقا للوائح والقوانين المحلية والدولية، تمهيدا لاتخاذ موقف رسمي في ضوء ما تسفر عنه الدراسة القانونية. 6 قرارات حاسمة من لجنة التظلمات. كانت لجنة التظلمات قد أصدرت 6 قرارات رئيسية، من أبرزها إلغاء المادتين 62 و 63 من لائحة مسابقات رابطة أندية القسم الأول، باعتبارهما متعارضتين مع لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم المعتمدة من الاتحاد الدولي فيفا. وأكدت اللجنة أن وجود هاتين المادتين يشكل اعتداء على اختصاصات اللجان القانونية للاتحاد. كما ألغت اللجنة أي قرارات سابقة بإعادة مباريات بسبب الانسحاب، مشددة على ضرورة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 فقرة 3 ألف باء و4 على 17 من لائحة الأندية، والتي تنص على خصم 6 نقاط مباشرة من الفريق المنسحب دون انتظار نهاية الموسم، بالإضافة إلى جزاءات أخرى لضمان انتظام المسابقات والحفاظ على الأموال واحترام الجماهير. تفاصيل قرارات اللجنة: 1. قبول التظلمات شكلاً لتقديمها في الميعاد وسداد الرسوم. 2. رفض التظلمات موضوعاً المقدمة من الأهلي وبيراميدز والزمالك لكون القرار الصادر عن رابطة الأندية نهائياً. 3. إلغاء المادتين 62 و 63 من لائحة المسابقات لمخالفتهما لوائح الاتحادين المصري والدولي. 4. تعديل لائحة الانسحاب لتطبيق خصم مباشر للنقاط دون تأجيل. 5. دعوة لإجراء قرعة الدوري علنا بحضور الأندية المشاركة لتفادي الشبهات. 6. مناشدة الأندية دعم التحكيم المصري وتعزيز روح التعاون بين أطراف المنظومة الرياضية. الأهلي يقترب من حسم لقب الدوري. على صعيد آخر، بات النادي الأهلي قريبا من حسم لقب الدوري الممتاز، بعد أن قررت لجنة التظلمات خصم 3 نقاط فقط من رصيده، إثر انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك، والتي لم تقام بسبب عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي. وبات الأهلي بحاجة للفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام البنك الأهلي يوم السبت المقبل، وفاركو يوم 28 من مايو الجاري، من أجل التتويج رسميا باللقب، حيث يتصدر جدول المسابقة برصيد 52 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على بيراميدز صاحب المركز الثاني. خبير لوائح يشكك في سلامة القرار. وفي السياق ذاته، أبدى نهاد حجاج، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، استغرابه من القرار الصادر عن لجنة التظلمات، مؤكدا أن اللجنة استندت في قرارها إلى مادة أوصت هي نفسها بإلغائها، ممن يفتح الباب أمام احتمالية الطعن على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية. وقال حجاج: قرار لجنة التظلمات يتعارض مع لوائح الاتحاد المصري والدولي لكرة القدم، ومن المرجح أن يتم إلغاؤه دوليا، حيث يفتقد إلى التناسق القانوني والمنطقي في الحيثيات التي بني عليها.